السلام عليكم، وياكم اخوكم سيزر. كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله سنة خير عليكم وتحقيق الاحلام. رجعنا لكم حلقة بسيطة لطيفة، وها صدق اليوم عيد ميلادي يا ابطال. لا تنسوا تعايدوني بالتعليقات. طبعا قبل بداية كل شيء، مثل ما شفتوا بداية المقطع، حبيت اشكركم من اعماق قلبي، لان لولا الله ثم انتم ودعمكم ما اوصل هاي المرحلة ولا افكر بها اصلا، ولكن استمرت لعيونكم. وطبعا عندي كتاب صغير اكتب بيه اهدافي، فقبل شهر بالضبط بديت بالتنزيل القوي تقريبا. وكان كل هدفي كلش بسيط، انه لما يجي راس السنة اللي هو يوم 1/1 اللي هو اليوم، اكون داخل بس 500 مشترك و25,000 مشاهدة. ولكن انتو ابطال وقدها، بلحظة تصوير هذا المقطع اتوقع وصلنا 7200 مشترك وفوق 400,000 مشاهدة. فقلت لكم انا اشهد انكم كفو، وانشد بيكم الظهر يا ابطال. وكلش افرح من اشوف تعليقاتكم الحلوة وتعني لي، وكلش خاصة لما اشوف شخص بداية قناتي وبداية مقاطعه لحدث يتابعني ويستمر وياي ويشوف قناتي. وتقريبا صار لي اكثر من شهر انزل تنزيل يومي، صح متعب فوق دراستي وعملي، لكن تستاهلون لي اكثر، وهذا اقل شيء ممكن اقدمه حقكم. حبيت اخليكم ويا جيم بلاي بسيط او شيء طلع قدامكم يلهيكم ويا سوالفي وما تملون. واتوقع هسه نبدا باسئلتكم. بس قبل ما نبدا حبيت اوضح كم شغله، انه اكو اسئله ما اقدر اجاوب عليها، واتمنى تحترمون خصوصيتي بالنسبه لهالموضوع. وايضا ما اقدر اطلع صاحب التعليق، لان اكو اسئله مكرره من اكثر من شخص، وصراحه ما يريد اي متابع يزعل مني. نبدا بالاسئله المعروفه. اسمي ولا اول مره اقوله بالقناه اللي هو مصطفى. شلونكم اخواني؟ وياكم مصطفى. ممكن غريب والله ما ادري. عمري احب اتحفظ على هالشي. سكني العراق بغداد، تخصصي تقنيات طبيه. هسه نبلش باسئلتكم ونقول بسم الله. معنى اسم سيزر ومنين جبته؟ طبعا ما ادري شلون اشرح لكم صراحه، لو بيدي اغير هذا الاسم بس دا اشوف انه هو عاجبكم. هاي نقطه. ب 2014 او 2015 كنت قاعد بالمطعم وقريت سلطه سيزر، ولسوء الحظ قررت اخذه اسم نيك نيم، وبعد من زمنها مشى علي واستخدمتها بكل مكان، وبعد هذا هو مشى علي فتقبلت الواقع. سبب دخولك العالم الجيمنج؟ طبعا انا من صغري ان شاء الله مستقبلا اسوي لكم قصص سيزر وقصص طفولة سيزر وهاي الامور. هواي عندي افكار، لان هواي قصص مر بيها بحياتي وهواي اكشن صاير لي. فسبب دخول عالم الجيمنج، هذا العالم انا كلش احبه صراحة، كلش انا احب هذا العالم. ومن صغر كلش من ايام البلاي ستيشن 1 والاكس بوكس 360 والاقدم ايام السيجا كنت كلش احبه، وشوي تطورت لحد ما وصلت هالمرحلة والحمد لله. نجي على السؤال اللي بعده. طموحك او حلمك باليوتيوب؟ طبعا انا دخلت اليوتيوب وحلمي مجرد انه اشوفكم مبتسمين، اشوف سعادتكم. حبيت اطلع بمحتواي الخاص اللي انا اسويه. اهم شيء عندي انه اشوفكم راضين على محتواي، واي شيء غلط اكتبوا لي بالتعليقات حتى اصلحه. نجي على السؤال اللي بعده. متى الفيس كام؟ هذا اكثر سؤال انسال علي. طبعا صراحة اكو اشخاص قالوا ليش ما تطلع فيس كام. اخوان والله صراحة انا مو من النوع المؤيد للفيس كام، لان احب الخصوصية لما اطلع بالشارع اكثر. هاي نقطة. هل ممكن تطلع الفيس كام مستقبلا؟ اي نعم ممكن، اي نعم. فاقولكم خليكم مترقبين. نجي على السؤال اللي بعده. ممكن بالمستقبل تغير محتواك؟ لا، قناتي حتكون قناة اساسية للجيمنج. اوكي ممكن مستقبلا شطحات مثل فلوجات شطحة، مثل اشياء خاصة بالسيارات، اشياء خاصة بالبي سي، بس محتواي الاساسي اللي مركز عليه اللي هو الجيمنج. السؤال اللي بعده. ناوي تكمل ذا لونج درايف لنهايتها؟ اي نعم، ما دام دا اشوفكم لحدث تحبون اللعبة وعليها مشاهدات ولايكات وتعليقات حلوة وانتم مستمرين وياي ودا تحبوها، فاكيد ليش لا، اكيد ما اقطع عليكم المتعة هاي. السؤال اللي بعده. هل اهلك شجعوك على اليوتيوب؟ اي نعم، واللي ما يدري انه انا من صغري عندي مقاطع
قديمة ومسوي قنوات قديمة بس تاركها للأسف، ولكن هالقناة دخلت بها دخول قوي ومستحيل اطلع الا لحد ما اوصل لهدفي واحقق حلمي بيها، لاني حلمي اصير يوتيوبر عالي وصاعد فوق ان شاء الله. السؤال اللي بعده، ديانتك. يعني ما ادري اللي يسأل هالسؤال، يعني انا تقريبا 90% من المقطع اذكر الله عز وجل، واكيد كلمة لا حول ولا قوة الا بالله. شلون لا عاد اكيد مسلم. والسؤال اللي بعده، مواصفات البي سي. طبعا مواصفات البي سي حاليا كلش بسيطة، لهذا مدى اقدر انزل لكم العاب قوية، ان شاء الله مستقبلا احدثها وارتب لكم احلى سلاسل. شنو هسه مواصفات البي سي مالتك؟ جي تي اكس 1060، اي 5 6600 كي، رامات 16 واشياء بسيطة لطيفة باقيات. السؤال اللي بعده، سيزر العب اللعبة الفلانية، سيزر العب، سيزر ودي جيب راس قران حياة واقعية، جيب ودي من هاي العين قبل هاي العين. بس اللي يعرفني زين راح يعرف انه انا مقبل على امتحانات واختبارات، فان شاء الله قريبا راح تشوفون محتوى كلش قوي. ترى هذا حاليا ابسط شيء دا اقدر اقدمه. السؤال اللي بعده، سيزر متى تلعب مع المتابعين واختار لعبة مجانية. طبعا اللي ما يدري انا مسوي سيرفر ديسكورد، فاذا بعدك مداخل تلقاه باول تعليق او ممكن تلقاه بوصف المقطع. فضل يانا مستقبلا حسوي سلاسل لابويا المتابعين، فتعال ونتونس سوية. السؤال اللي بعده، اذا كملت دراستك تسحب على اليوتيوب؟ لا لا الف لا، لان هذا حلمي وطموحي انه اصير يوتيوبر، فمستحيل اسحب عليه وداخل بقوة. فاذا كملت دراستي بالعكس راح تشوفون محتوى كلش قوي، لان راح اكون متفرغ 100% لليوتيوب والكم. واتوقع لهنا هذا كان ملخص اسئلتكم. يشهد الله لكم مكانة كلش عزيزة بقلبي، واحبكم كلش هواية، واحب تعليقاتكم اللي تفرحني وتخليني ابتسم. الله يسعدكم. وبنهاية كل شيء هدفي البسيط للشهر الجاي ما راح اخليه قوي، لان مثل ما تعرفون مشارف على اختبارات سيمي فاينل، فحيكون التنزيل متقطع، واتمنى تقدرون هالشيء. احسن مما اسحب عليكم لا، حنزل بس اشياء بسيطة لطيفة. فهدفي راح يكون ممكن نهاية الشهر هذا الشهر الجاي يكون 15,000 مشترك لطيفة حلوة وانتو قادرين عليها اكيد. فاتوقع هنا كان وياكم اخوكم مصطفى او سيزر، لهنا لو وصلنا نهاية المقطع. اذا عجبك المقطع لا تنسى تخلي لايك بسيط وحلو مثلك، وتكتب تعليق ماكو احلى منه حتى ترد عليه. واذا ما داخل الديسكورد تفضل ادخل يانا وكبر مجتمعنا. واذا ما مشترك اشترك بالقناة وخليك من عائلة سيزر، وفعل زر التنبيهات حتى يوصل لك كل شيء اول باول. وان شاء الله اخلص ظروفي ونرجع لكم كل يوم مقطع على الساعة 12 ظهرا. كان وياكم اخوكم سيزر. See you later يا ابطال.